اللهم صل على سيدنا محمد. معانا كيلو ترمس يا حبايبي بلدي اهو مر، هنقعه اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. انا غسلته كويس ونقيته من الشوائب اللي فيه، وهننقعه كده يعني ايه اقل حاجه 6 ساعات، ممكن يوم كامل عادي. انتي تنقعيه اهم حاجه بس بميه بارده كده، عشان ايه ما يعملش ايه يعني، عشان القولون وكده يعني، والبقوليات كلها لازم تتنقع بالميه. هننقعه وبعد كده ارجع لكم بقى عشان نسلقه. الترمس بتاعنا اهو يا حبايبي، بعد ما اتنقع حوالي 10-11 ساعة كده. عايزة تنقعيه يوم بحاله عادي يعني، اهم حاجة هو اتنقع كويس. هشطفه كويس قوي من المية دي، مية صفرة كده من المرارة بتاعته. هشطفه كويس وبعدين نولع عليه. ولعت عليه يا حبايبي اهو، لما يستوي كده هوريهولكم اهو. الترمس بتاعنا يا حبايبي اهو بيغلي اهو بيستوي. لما بدأ في الغليان كده خليه يغلي كده نص ساعة كده ولا ساعة الا ربع، وبعدين نطفي عليه. الترمس بتاعنا استوى يا حبايبي اهو، خلاص. اطفي عليه بقى، وما يبرد هنغير له الميه بقى كل شويه. الترمس بتاعنا بعد ما استوى يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد، كل شويه بنغير له الميه بقى، يعني 5-6 مرات في اليوم، 7 مرات. كل ما تدخلي المطبخ تشطفيه وتغيري له الميه نضيفه، عشان المراره بتاعته تنزل. الميه الصفرا اللي بتبقى فيه دي المراره اللي بتنزل منه. كل يوم كده، كل يوم يعني حوالي 5-6 ايام كده، 5-6 مرات في اليوم. كل ما تدخلي المطبخ غيري له الميه، كل ما تدخلي المطبخ غيري له الميه. وادي الترمس يا حبايبي بعد ما غيرت له الميه اهو. بصوا الميه صفرا ازاي من المراره اللي نازله منه. هنشطفه بقى. اهم حاجه الترمس تغيري له الميه لحد المراره ما تروح ويبقى حلو. بصوا انا عامله الترمس ده جاهز اهو، مجهزاه عشان اعمله معاكم. ده خلص خلاص. دي ميه معاه من فلتر او ميه مغليه، تكون غلياها ومبرداها. وكل كوبايه ميه عليها ايه معلقه ملح، دوبيها. تدوبيها كويس وتحطيها على الترمس. اللهم صل على سيدنا محمد. كل كوبايه ميه عليها معلقه ايه ملح. نحط على الترمس بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اهم حاجه الترمس بقى يحطوا له الملح، بعدها بساعتين بقى يكون الملح اتشرب فيه. تعبيه في علبه تلاجة وتحطيه وتغطيها وتحطيها في التلاجة عشان ما يعملش الريم. ما تخلوش بره التلاجة، في التلاجة جميل ويبقى محفوظ كويس قوي. اهو يا حبايبي الترمس بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي علبه التلاجة اهي يا حبايبي، هعبي الترمس فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. نغطيها بالميه. ما شاء الله، حطيها في التلاجة بقى جميله جدا، حافظه عليه. ونعبي الترمس بتاعنا بقى اللي ايه نحطه. وادي الترمس بتاعنا بعد ما خلصناه يا حبايبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.